السلام عليكم. مرحبا بكم مجددا في مطبخ خديجة عواد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لاسوب بالجزر وبالكرافس اللي كتجي صراحة خفيفة ولذيذة. بقاو معايا ان شاء الله باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنبداو ان شاء الله في الطريقة مباشرة مع المقادير. كما شفتوا عندي هنايا طنجرة درت فيها بصلة مشلضة، غندير شوية ديال الزيت، ورق الغار، غنشحر هاد البصله في معلقه كبيره ديال الزبده مع الزيت، غادي نشحرها مزيان مزيان. غنضيف عليها معلقه كبيره ديال الكرافس مقطع كما شفتوا معايا. خديت غير العواد ديال الكرافس قطعتهم صغيره. عندي هنا معلقه صغيره ديال الثوم. غادي نشحر هاد البصله مزيان مزيان. من بعد ما تشحرت البصله مزيان مزيان غادي نضيف عليها 2 خيزوات محكوكين في الحكاكه الغليظه. بالنسبه للتوابل عندي هنايا معلقه ديال الملح، معلقه ديال الابزار، غادي نخلط هاد التوابل مع الجزر والبصله مزيان مزيان. من بعد ان شاء الله عندي هنايا 3 د المعالق ديال الدقيق او 2 كبار، يعني على حسب الكميه ديال الماء اللي غادي تضيفي.
غادي نخلط هذا الخليط ديالي، من بعد غنضيف شويه ديال الماء ونعاود نخلط مزيان داك الدقيق باش يندمج مع الخليط كما شفتوا معايا. من بعد غنضيف الماء الكافي وفي هذه اللحظه الاخيره ان شاء الله غنضيف شويه ديال الشعريه عاديه ديال رقيقه، غنحركها مزيان. هذه هي لا ديالي من بعد ما طابت كما شفتوا معايا، كتجي خفيفه ولذيذه، يعني نوعوا في طبله رمضان ان شاء الله. الى وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.